ما أن أعلن خبر مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد حتى تصدر المشهد على وسائل الإعلام العالمية. الإعلام الغربي تزاحم على التعريف بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسرد سيرته الذاتية. نيويورك تايمز اعتبرت أن نجم ولي العهد كان قد سطع بسرعة ما إن تقلد منصب ولي العهد عام 2015 ساعيا إلى الحد من اعتماد المملكة على مداخيل النفط في اقتصادها. وتضيف الصحيفة أنه عرف باجتهاده في عمله لمعالجة أدق التفاصيل. الصحيفة قالت إن كثيرين في المملكة لا سيما من الشباب يعتبرون أنه يمثل الأمل لبلادهم بفضل مشروعه الإصلاحي المتكامل الذي أطلقه العام الماضي. صحفي بلومبرغ أعادوا نشر المقابلة التي أجرتها الوكالة مع الأمير عندما كان وليا لولي العهد في أبريل 2016، والتي أوضح فيها الأمير حينها رؤيته للمملكة ولسياساتها في المنطقة. وول ستريت جورنال وصفت من جهتها الأمير محمد بن سلمان بمهندس التغيير وقائد السياسة الخارجية الجريئة، وهو ما تطرقت له ويست فرانس الفرنسية التي ركزت على الدور الإصلاحي للأمير محمد بن سلمان في الاقتصاد السعودي بإطلاقه مشاريع اقتصادية مختلفة. جيلان فطيري، العربية.